لو انت حاسس ان انت تايه، ده مش معناه ان انت مش عارف انت عايز ايه، ولكن ممكن يكون كل الحكاية ان انت معاك روشتة هي ما كانتش مكتوبة عشانك. انا آية مصطفى، وتعالوا نفكر قبل ما نقرر. الناس ساعات بتتعامل مع التوهان وبتفسره على اساس ان هو كسل او عدم انضباط او ان انت بتضيع البوتنشل بتاعك، مع ان التفسيرات دي من غير سياق حقيقي ومنطقي ممكن يكون اخطر بكتير وعواقبه اكبر بكتير من احساس التوهان نفسه اللي انت عايش فيه. فالمشكلة مش فيك، المشكلة في الدايجنوسز او التشخيص اللي انت عايش بيه حياتك. لو في حاجة مهمة في حياتك اتعطلت، زي كاريرك، او حتى الشغف بتاعك اختفى مثلا او اتغير، فاول حاجة الناس هتشاور عليها الانضباط. اكيد الانضباط فيه مشكلة، وانت حتى هتبدأ تسأل نفسك، طب ما انا لو كنت اقوى انا كان زماني وصلت لبعيد في الحاجة الفلانية، او لو انا كنت فعلا عايز اوصل للهدف ده انا كان زماني وصلت له من زمان. وده منطقي عشان ده اللي احنا اتربينا عليه وده اللي احنا طلعنا فيه، انه الحياة بتكافئ الناس الاصحاب الثقة الظاهرة. سواء يعني ايه ثقة ظاهرة؟ يعني ببساطة الناس اللي كل حاجة واضحة بالنسبة لهم، هما باين جدا ان هما عارفين خطواتهم اللي جاية عاملة ازاي، عارفين الكارير بتاعهم هيودي على فين، عارفين حياتهم اللي جاية هيبقى شكلها عامل ازاي، عارفين خطواتهم كويس. فدي ثقة ظاهرة، واحنا بنحس ان الناس بتكافئ الناس اللي ثقتها ظاهرة دي. فطبيعي جدا جدا انه لما انت تبقى حاسس انه انا مش واثق ومش عارف ومعنديش الوضوح ده، فطبيعي ان تبقى المشكلة فيك. ده مش عدم كفاءة، ده سوء فهم. ولما انت بتبقى عايش في سوء الفهم ده اللي انت والناس اللي حواليك ممكن تعتبره فشل، بس هو في الحقيقة هو بس تشخيص خاطئ للي حاصل واللي انت حاسه. انت ما عندكش مشكلة في الكفاءة، ما عندكش مشكلة في الحافز، انت عندك مشكلة في الاتجاه و... ومش زي ما انت فاهم قوي. انت عارف المشكلة في ايه؟ انه لما حد، كل الناس اللي على اليوتيوب اللي بتديك نصايح وبتحاول توريك الطريق، هما بيدوك النصايح على اساس ان انت اصلا معاك الخريطة بتاعتك وجاهز وتمام، ومحتاج بس ان انت ايه، تسرع المشي بتاعك، ان انت توصل مع الخريطة بتاعتك بشكل اسرع. لكن اللي هما مش عارفينه واللي انت مش عارفه واللي محدش هيقولهولك هو انه انت محتاج تلاقي الخريطة بتاعتك الاول، وانه مش عشان في حد بيقولك انه الطريق ده هو اللي صح وهو اللي هيوديك وهو اللي هينفعك ان ده معناه ان هي دي الخريطة اللي هتوديك انت للنتيجة دي واللي هتساعدك انت ان انت تحقق النتيجة دي. فرق كبير بين الاتنين. فده مش فشل، هو بس عدم اتساق. عارف الموضوع عامل زي ايه؟ زي ما تسافر بلد غريبة عليك وانت عايز تروح مكان معين في البلد دي، فيجي حد يديك التوجيهات او يديك الاشارات اللي انت تروح بيها للمكان ده، بس يديها لك بلغة انت مش فاهم. حلو. وبعدين يجي يلومك ان انت هو انت ازاي ما وصلتش. فهي هي نفس الفكرة اللي مع الوقت بقى بيحصل لما انت بتستعير خريطة حد تاني او بتستعير الوضوح او الثقة بتاعت حد تاني او طريق حد تاني، بيخلي كل خطوة انت تاخدها هي صعبة وتقيلة ومش شبهك
وتحس انها اصعب بكتير من اللي بيتوصف لك او بيتقالك. طبيعي، لانها مش معمولة عشانك، هي معمولة عشان الشخص ده اللي بيحكي لك الخريطة بتاعته دي واللي نجحت معاه هو، مش شرط انها تنجح معاك انت. ده بقى بيؤدي لايه؟ بيؤدي ان انت هتبذل مجهود كبير جدا جدا، وهتجرب حاجات كتير. طب انا هجرب اصحى بدري، طب مش هصحى بدري، طب هشرب ميه، طب هكتب، هجرب اكتب، اخد نوتس، هجرب ان اذاكر الحاجه الفلانيه. فهتبدا تجرب حاجات كتير جدا، لدرجه ان انت لما هتلاقي بقى ان مفيش نتائج، انت عمال بتبذل مجهود كبير بس مفيش نتائج، فبدل ما تشك في الخريطه والطريق تبدا تشك في نفسك. فهي السايكل دي بقى، او الدورة دي بتاعت المجهود اللي بيؤدي بعد كده للخبطة، اللي بيؤدي بعد كده للشك. أنا بسمي اللوب ده هو السلف بليم لوب، أو دوامة جلد الذات. ومجرد ما انت بتخش جوه دوامة جلد الذات دي، بيبقى كل حاجة صغيرة، كل سات باك صغيرة هي انت بتعتبرها فشل شخصي ليك. بس ده مش فشل، ده عدم اتساق. لو انت معايا لحد دلوقتي وكملت الفيديو لحد الحتة دي، فانا عايزاك تركز معايا في الكام دقيقة اللي فاضلين دول. ان انت تايه ده مش معناه ان انت متأخر. التوهان ده هو مش حاجة غلط انت محتاج تصلحها او تغيرها او تخلص منها بسرعة. بالعكس، ده انت عقلك وجسمك بيحاول يقولك انه على فكرة انا بدأت اطلع برا دوامة جلد الذات دي، بدأت احاول اشوف الطريق بتاعي والخريطة بتاعتي. ادركت ان انا الخريطة دي هي مش مناسبة بالنسبة لي، الخريطة اللي عمال بحاول امشي فيها دي هي مش مناسبة بالنسبة لي، فانا محتاجة ادور على الخريطة بتاعتي، فبالتالي انا تايه. مهم جدا ان احنا نسمع للحاجات اللي عقلنا بيحاول يقولها لنا ساعات. التوهان مش حاجة وحشة، التوهان هي علامة ان انت اخيرا هتقدر ان انت تمسك الخريطة بتاعتك برؤيتك انت، بالواقع بتاعك انت، باللي ان شاء الله يكون نجاحك انت الشخصي. الفيديو ده هو ما فيهوش اجابات، هو بيساعدك ان انت تسأل نفسك الاسئلة الصح، وان انت تشوف ليه الاجابات اللي كانت معاك هي ما كانتش شغالة معاك. وافتكر دايما انك تسعى اللي تستاهله، مش اللي سهل توصل له. اشوفكم الاسبوع الجاي.